قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن 2 من فريق اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح الذي اغتالته إسرائيل في فندق البستان بدبي بتاريخ 19 من كانون الأول يناير 2010 يقيمان في دولة الإمارات، ولم يقدم للمحاكمة بتهم تقديم الدعم اللوجستي لفريق الاغتيال. وفي إطار التزامات الإمارات القانونية في مكافحة الجرائم المنظمة والخطيرة، دعت المنظمة السلطات إلى احترام حقوق عائلة المبحوح واطلاعهم على مجريات التحقيق مع من تم إلقاء القبض عليهم. وقد تم اغتيال المبحوح بعد صعقه كهربائيا داخل غرفته وخنقه حتى لفظ أنفاسه دون أن تظهر أي إصابات على جسده، لكن تشريح الجثة كشف عن آثار للسم في جسده. وأضافت المنظمة في بيان لها الخميس أن شين 45 عاما ضابط في جهاز الأمن الوقائي حاء 35 عاما ضابط في جهاز المخابرات الفلسطيني فر من دبي عقب عملية الاغتيال إلى المملكة الأردنية لوجود أدلة تثبت تورطهما في عملية الاغتيال.